حظر دخول الأماكن الحكومية للموظفين والعاملين بها والجمهور لمن لم يتلقى لقاح كورونا. إيه هي الأماكن دي بالظبط؟ وإمتى هيطبق الكلام ده؟ وإيه الحل البديل لو مش عايز تطعم؟ السلام عليكم، أنا علي بدر المحامي، وده برنامج المستشار. لو أنت أول مرة بتشوف البرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. بتاريخ 19/10/2021 تم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 سنة 2021. القرار ده حظر دخول بعض الأماكن اللي هي الأماكن الحكومية، كل الأماكن الحكومية، وكمان شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التي تدير مرافق الدولة. الشركات المساهمة اللي بتدير مرافق الدولة زي شركة الكهرباء وشركة الغاز وشركة المية، هيحظر دخول الموظفين والعاملين بها، وكمان المواطنين اللي ما تمش تطعيمهم ضد فيروس كورونا. وهنا في الحقيقة ان القرار فرق ما بين الموظف او العامل والمواطن، لان انت كمواطن انت ممكن تخش مصلحة حكومية او تخش شركة الكهرباء او تخش شركة المية او تخش شهر عقاري او تخش محكمة هتتمنع، لكن الموظف برضو بيدخل لعمله. فهنا فرق ما بين الموظف وفرق ما بين المواطن. بالنسبة للموظفين، عشان يدخل مقر عمله في جهة حكومية أو في الأماكن اللي قلنا عليها دي لازم يقدم شهادة بتفيد إن هو تم تطعيمه ضد فيروس كورونا، وإلا هيتمنع من دخول عمله. طيب افرض هو ما قدمش الشهادة دي أو ما اتطعمش، هيعمل إيه؟ يقدم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR، اللي هو الPCR بتاع كشف كورونا، بشرط ان التحليل ده ما يكونش مر عليه اكتر من 3 ايام. فمثلا لو حضرتك موظف في شركة الكهرباء وشغلك من السبت للخميس، لازم تقدم هنا وانت داخل شغلك من يوم 15/11 تقدم شهادة انك انت اتطعمت. قدمت الشهادة فخلاص الموضوع كده بالنسبة لك خلص، هتدخل الشغل بتاعك كل يوم. طيب ما معكش الشهادة دي لانك ما اتطعمتش، فهنا بتضطر ان انت تعمل تحليل PCR، والنتيجة تكون سلبية ويكون معداش عليه اكتر من 3 ايام. يعني لو انت داخل الشغل يوم السبت يبقى بالكتير تكون عامله يوم الخميس، ما يكونش قبل كده. طيب قدمت شهادة بسلبية تحليل PCR يوم السبت وانت داخل، الشهادة دي هتفضل تدخلك لحد يوم الخميس، لحد آخر الأسبوع. لكن يجي برضو عند الأسبوع الجديد برضو نفس الكلام، هتتحط قدام نفس الاختيارين: يا إما تقدم شهادة إن أنت تم تطعيمك ضد فيروس كورونا، يا إما تقدم تحليل شهادة سلبية بنتيجة تحليل PCR، برضو ما يكونش مر عليها 3 ايام. الكلام ده هيتطبق من امتى على الموظفين؟ هيتطبق على الموظفين من يوم 15/11. اما حضرتك كمواطن بقى، لو انت داخل شركة الكهرباء تشحن عداد او تقدم على عداد، او داخل شركة المية، او داخل المحكمة، او داخل الشهر العقاري، او داخل اي جهة حكومية من الاماكن اللي قلنا عليها دي، فهنا هيطلب منك شهادة انك انت اتطعمت. لو اتطعمت بتاخد الشهادة وبتقدمها فبتدخل. طيب ما اتطعمتش، ايه اللي هيتم معاك؟ تقدم برضو شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR، ما يكونش مر عليها 3 ايام. الشهادة دي هتدخلك امتى؟ هتدخلك طول ما مرش على اجراء التحليل 3 ايام هتقدر تخش. يعني لو عملت التحليل يوم السبت وخدت الشهادة تقدر تخش بيه السبت والحد والاثنين. يوم التلات تيجي تقول لهم انا عايز ادخل، يقول لك لا. طب معايا شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR، يقول لك لا، اعمل واحدة تانية لان مر عليها اكتر من 3 ايام. القرار ده هيتم تطبيقه على المواطنين بدءا من تاريخ 1/12/2021. اذا هيطبق على الموظفين من 15/11/2021، ويطبق على المواطنين من 1/12/2021. كمان قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن في المادة الثالثة منه حاجة جميلة قوي، وهو هيتم فتح دورات المياه والميضة في جميع دور العبادة. جميع دور العبادة هنا يعني الجوامع والمساجد والكنائس، هتفتح قبل مواعيد الصلاة وتغلق عقب انتهاء الصلاة. النهاردة كان كل حاجة عن القرار رئيس مجلس الوزراء 2750 لسنة 2021 اللي تم نشره في 19/10/2021 في الجريدة الرسمية. لو عندك أي استفسار في حلقة النهاردة أو في أي مجال من مجالات القانون، اكتب لي في الكومنت هرد عليك، أو ابعت لي على رسائل صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وكمان الجرس عشان هتستفيد إن شاء الله من الفيديوهات اللي جاية.